بصوا يا جماعة، قصة انفينسيبل من أحسن القصص اللي ممكن تشوفها بجد، حاجة جامدة فعلا وممتعة جدا بشكل مش طبيعي. القصة دي في الأول بترجع شوية لورا، يعني حوالي 4 شهور قبل الأحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي. بنتعرف على مارك، شاب عادي جدا زي أي طالب في الثانوية. هو مش مشهور قوي وكمان مش بيتضرب ولا حتى بيتنمروا عليه، بس في النص كده عايش حياته عادي، بيذاكر وعنده شوية صحاب وخلاص. بس الفكرة بقى ان القصة بتلعب على ايه؟ على فكرة معروفة في الكوميكس، الولد العادي اللي فجأة يكتشف انه عنده قوة خارقة، وده اللي حصل مع مارك فعلا. في يوم من الايام وهو بيرمي الزبالة، فجأة بيلاقي نفسه رماها بعيد جدا في السماء. ساعتها بيفهم ان بقى عنده قوة خارقة، والاهم بقى ان ابوه اصلا سوبر هيرو قوي جدا، وهنعرف تفاصيل عنه بعدين. بس الغريب شوية ان امه مش عاملة موضوع ان ده حاجة غريبة، بالنسبة لها الموضوع عادي جدا. وده بصراحة اللي بيميز القصة دي، ان هي مش اوفر قوي زي باقي مثلا قصص الابطال الخارقين. يعني مش زي مثلا سوبرمان لما يقعد يحكي انه حارب وحوش وانقذ العالم والكلام الكبير ده. هنا الموضوع اهدى شويه وواقعي اكتر، وفيه هزار خفيف على الكليشيهات دي. الكاتب هنا كريكمان كان قصده يضحك شويه على الافكار التقليديه في الكوميكس، بس في نفس الوقت يقدم لك قصه ممتعه تخليك تهرب من الواقع وتعيش مع الاحداث. القصة كمان شبيهة شوية بالجو بتاع سبايدر مان، شاب صغير في المدرسة وفجأة بيكتشف إن هو عنده قدرات رهيبة، ومن أهم القدرات دي الطيران. ودي بصراحة أحلى قوة ممكن أي حد يحلم بيها. تخيل كده تبقى متأخر على الشغل وفجأة تطير وخلاص، مفيش مواصلات ولا زحمة، وتلاقي في النهاية نفسك عند الشغل. وطبعا مع الوقت هنا بنفهم إن العالم أكبر من كده، وإن مارك مش لوحده اللي عنده قوة خارقة. وفي لحظة كده مارك بيروح لأبوه وبيقول له: أنا حاسس إن القوة بتاعتي بدأت تظهر. فلما قوة مارك هنا بتبتدي تظهر، أبوه بيتصرف بشكل منطقي جدا. بس خلي بالك، أبوه ليه دور أكبر بكتير في القصة بتاعت انفينسيبل بعد كده. المهم أبوه بياخده فعلا تحت جناحه كده وبيقول له: بص يا ابني، أول حاجة اللبس اللي أنت عامله ده ما ينفعش خالص، وتاني حاجة لازم تشتغل على تطوير المهارات بتاعتك، لأن بصراحة كده البدلة بتاعته كانت تعبانة جدا. فطبعا بيوديه لراجل متخصص بيعمل بدل سوبر هيروز. ودي حاجة لطيفة في القصة، لأن في عالم الكوميكس البدلة دي حاجة أساسية جدا لأي بطل. يعني مثلا شعار سوبرمان بقى معروف اكتر من اي حاجه تقريبا، وشعار باتمان من اشهر الرموز في التاريخ، وبرضه سبايدر مان وكابتن امريكا. كل دول ليهم رموز اي حد يعرفها اول ما يشوفها. يعني لو وريت مثلا اي حد درع كابتن امريكا هيقول لك على طول ده بتاع كابتن امريكا. فعشان كده طبيعي جدا ان مارك يحتاج بدله. بس المختلف هنا بقى ان بدلته اتعملت عن طريق ترزي مخصوص، وده شغله اساسا، بيعمل بدل للابطال الخارقين. ودي لمسه لطيفه مختلفه شويه. في قصص تانية هنا الأبطال هم اللي بيعملوا البدل بتاعتهم بنفسهم، زي مثلا سبايدر مان، أو البدلة بتبقى جاية معاهم زي مثلا سوبرمان، أو بيصمموها بنفسهم زي مثلا باتمان. بعد كده بيفضل أهم حاجة وهو اسم البطل. وهنا بقى بنشوف مارك شايف نفسه ازاي كبطل خارق. عادة أي حد بيكتسب قوة خارقة بيبقى قدامه اختيارين: يا إما يقول أنا هساعد الناس وأخلي العالم أحسن، يا إما يقول أنا هبقى غني واستغل القوة دي لنفسي. وبصراحة كده أنا لو عندي القوة دي أدور إن أنا أكون غني الأول وبعد كده بشوف القوة دي بعدين. فالمهم هنا مارك اختار الطريق الكلاسيكي، يبقى بطل حقيقي. وده شبيه جدا برضه بطريق سبايدر مان، شاب صغير لسه بيتعلم وعنده إحساس بالمسؤولية، على عكس أبطال زي سوبرمان أو وندر وومن اللي غالبا بنشوفهم هم كبار ومستقرين بالفعل. الميزه في سبايدر مان انه كان مراهق ولسه بيكبر وبيتعلم، وده نفس اللي بيحصل مع مارك. فمثلا هنا لما يشوف حد بيتنمر على طفل بيتدخل فورا، مش حاجه ضخمه يعني، مجرد ان هو بيزق المتنمر في الدولاب ويخلص الموضوع. وبكده يبدا ياخد اول خطواته كبطل. اما اسمه بقى فبيجي بطريقه غريبه جدا. خلال موقف في مكتب المدير هنا بيبقى شخص خبرة أكتر وفاهم الدنيا، بس شوية واقعي زيادة عن اللزوم ويمكن ساخر شوية، على عكس مارك اللي لسه صغير ولسه متحمس جدا ومش فاهم الدنيا كلها. نقدر نقول عليه كده لسه ورور زي ما بيقول، يعني لسه بيتعلم. فهو لسه فعلا صغير في السن، وعشان كده برضه هتلاقي ان تفكيره لسه برضه تفكير شاب صغير في الثانوي، اللي هو انا ممكن انقذ العالم. والحلو بقى انه فعلا عنده القدره انه يعمل كده. بس المدير بقى مختلف، راجل خبره وشاف الدنيا فبقى واقعي شويه زياده. بيقول له هنا: بص يا ابني، مش كل الناس تقدر تنقذها، في ناس هتتظلم وهتتعرض للتنمر، ودي طبيعة الحياة. ممكن تحاول تساعد بس مش هتقدر فعلا تساعد الكل. فالأحسن تركز هنا في مذاكرتك وتبعد عن المشاكل وتدخل كلية كويسة. الكلام منطقي بصراحة، بس طالع من واحد شايف الدنيا بشكل متشائم شوية بسبب خبرته. وفي وسط الكلام ده بقى المدير بيقول له جملة مهمة: انت مش انفينسيبل. وهنا بقى مارك بياخد الكلمة دي بالعكس، ويقرر هنا ان هيبقى اسمه كبطل انفينسيبل، وبيقول ده انا، وده المبدأ اللي همشي عليه بعد كده. المهم هنا القصة ترجع لورا شوية ونشوف بداية كل حاجة.
بنرجع لمارك وهو عنده حوالي 7 سنين، وساعتها ابوه قرر يحكي له اصل حكايته. المهم هنا بنعرف ان ابوه اومني مان مش من الارض اصلا، وده بقى جاي من كوكب تاني يسمى فيلتروم، وسكانه اسمهم فيلترومايتس. وده بقى بيدخلنا في فكره كبيره شويه في القصه. الكاتب كريكمان مستوحي الفكرة دي من قصص تانية زي قصة سيلفر سيرفر. في القصص دي الكائنات القوية جدا لما تكتشف كل حاجة في الكون بتزهق، مفيش جديد، مفيش تحدي، مفيش حاجة تدي معنى للحياة، فبعضهم بيدمر نفسه أو يعمل حاجات غريبة بس علشان خاطر يحس بأي حاجة جديدة. بس في حالة شعب فيلدروم الموضوع مختلف شوية. هما قرروا هنا يدوا لنفسهم هدف، بما انهم اقوياء جدا ليه ما يبقوش قوة بتواجه باقي الكواكب. مش فكرة احتلال، لكن فكرة نساعد الكواكب التانية تتطور وتبقى زينا، زي دور المراقب كده، شبيهة طبعا بالفكرة بتاعت واتشر. فقرروا هنا يختاروا ناس منهم يتدربوا وكمان يطلعوا للفضاء ويراقبوا كمان الكواكب التانية. كان عندهم زي أكاديمية كده، اللي ينجح في التدريب يطلع في مهمة في الفضاء. وكمان كانوا بيعملوا أنظمة دفاع للكواكب دي، علشان لو كوكب بيتطور ما ينفعش يجي حد تاني يدمره خلاص، كده كل المجهود هيكون راح فعلا على الفاضي. وفي يوم من الايام ابو مارك اللي هو اومني مان وصل للكوكب بتاع الارض، وبدا فعلا يدرسه ويشوفه كمان عن قرب. فمع الوقت ابو مارك هنا لما قعد يراقب الارض اكتر بدا يحس ان الكوكب ده اللي هو عاوز يعيش فيه فعلا. وده منطقي شويه، لان في قصص الكوميكس دايما الارض بتبقى مميزه جدا، كأن البشر عندهم حاجه مختلفه عن باقي الكون. يعني مثلا في عالم مارفل في شخصيات قويه جدا جايه من الارض، وفي دي سي برضه نفس الكلام، ابطال كبار زي سوبرمان عايشين على الارض، وكمان هال جوردن جرين لانترن من الارض. فدايما الارض بتبقى مركز الاحداث والقوه في القصص دي، حتى لو ده علشان خاطر القصه اصلا بتحصل عليها. المهم هنا بعد ما ابو مارك استقر على الارض وبقى بطل بيحميها، اتجوز ام مارك وقال له بص، في يوم من الايام قواك هتظهر، ولما ده يحصل انت لازم تقرر هتعيش ازاي وهتبقى ايه دورك في العالم. انا هساعدك، بس القرار في الاخر قرارك انت. ومع بداية مارك انه يجرب القوة بتاعته ويطير بالليل كده ويستكشف الدنيا، بيقابل فريق يسمى تين تيم. الفريق ده شبيه جدا بفريق تين تايتنز، نفس الفكرة تقريبا. يعني مثلا عندك شخصية روبوت شبيهة طبعا بسايبورغ، وشخصية ايف شبيهة طبعا بستار فاير، بس برضه ليهم شخصياتهم الخاصة ومميزين بالطريقة بتاعتهم كمان. فاللي منهم هنا بالذات ايف هتاخد تطور كبير في القصة اكتر من باقي الفريق. ومارك اول ما يشوفها يحس انه عارفها، وبعدها لما بيرجع المدرسة تاني يوم يكتشف ان هي فعلا معاه في المدرسة. والفريق بيقول له تعالى اشتغل معانا وانضم لينا لو حابب. وهنا بقى الموضوع بياخد منحنى تاني خالص، لان مع فكرة انه يبقى بطل في فريق بيبدأ يظهر احتمال قصة حب كمان، وده جزء كلاسيكي من قصة الأبطال الخارقين. والحلو في القصة دي إن هما بيستخدموا كل العناصر المعروفة في الكوميكس، بطل وفريق وبدلة وقصة حب، بس هنا بيقدموها بطريقة بسيطة وقريبة كمان للواقع، زي بعض القصص المستقلة اللي بتحاول تبقى مختلفة بأي طريقة، زي مثلا شخصية سبون اللي هو أنتي هيرو ودمه جدا. هنا الموضوع أقرب لولد عادي فجأة بقى عنده قوة وبيحاول يفهم الدنيا. وفي الاخر هنا لما مارك بيبدأ يشتغل مع الفريق ده بيبتدوا سوا ويواجهوا شوية مجرمين ويهزموهم كمان. فمارك هنا وهو بيشتغل مع الفريق بيبدأ يثبت نفسه شوية شوية، يعني مش بيعمل حاجات ضخمة قوي، بس واضح ان ممكن يبقى اضافة قوية للفريق ده بعدين. ففي نفس الوقت هنا بقى بنروح لمكان تاني مول يسمى توين باينز، وفجأة طفل بيصحى يلاقي قنبلة مربوطة في صدره، وقبل ما حد يلحق يعمل أي حاجة القنبلة بتنفجر وتقتل ناس كتير. وده بيخلي الوضع خطير جدا وفيه توتر كبير، لان لازم حد يتدخل بسرعه. طيب هنا بقى في وسط كل ده مارك بيقرب اكتر من ايف، لانها تقريبا الشخص الوحيد اللي يعرفه من عالم الابطال غير ابوه. بس المشكله ان مارك بيبعت اشارات غلط، يعني بيتعامل كانه معجب بيها وعاوز كمان يقرب منها اكتر، ولكن هي هنا بتفوقه على طول وتقول له استنى بس، انا اصلا مرتبطه بواحد يسمى ريكس. ودي بتكون لحظه صادمه شويه، لان مارك كده دخل منطقه الفريند زون. والمضحك كمان ان كل الناس حواليهم عارفه كده وبيقولوا له انت عارف انها مع ريكس مش صح؟ ومارك بيحاول يتصرف عادي وبيقول لا 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 عادي خالص مش فارقه معايا، واحنا طبعا عارفين انه بيستنى اول فرصه. وبرغم من كل ده هما الاتنين بيوافقوا يشتغلوا سوا، ومارك بيبدا يدخل اكتر في شغل الفريق. في نفس الوقت هنا بنشوف بقى علاقه لطيفه بين مارك وابوه اومني مان، بيطلعوا يطيروا سوا، وابوه بياخده في دوريات، واحيانا بيسيبه فجاه وينقذ مدينه او يوقف كارثه. المشاهد دي فيها هزار خفيف، بس برضه فيها إحساس جميل بعلاقة أب وابنه، بس الاتنين سوبر هيروز. بعد كده بندخل في صراع كبير، مارك وأبوه بيحاربوا غزو من كائنات فضائية، والموضوع ماشي تمام زي ما تتوقع، أب وابنه كمان بيدمروا الأعداء بسهولة. لكن بعد ما المعركة هنا بتخلص أبوه بيلاقي واحد من الأطفال المختفيين في مول. الولد ده عنده قنبلة وهتنفجر بعد 3 ثواني فقط. أبوه بيحاول بسرعة يسأله مين اللي عمل فيه كده، بس مفيش وقت، فبيقوم واخده وبيرميه في السماء، والولد بينفجر فوق بعيد عن الناس.
المشهد ده مهم جدا لانه بيخلينا نسأل هل كان ممكن ينقذه ولا ما كانش في وقت خالص. يمكن فعلا 3 ثواني مش كفايه لاي حاجه، فابوه عمل الحاجه الوحيده اللي تمنع موت ناس تانية، بس برضه القرار كان قاسي جدا. وفجأة واحد من الفضائيين اللي كانوا بيحاربوهم قبل كده بيظهر وبيمسك أبو مارك ويختفي بيه. وهنا القصة بقى بتبدأ تتحول من تركيزها على مارك مع أبوه لأنها تركز على مارك لوحده، وده انتقال طبيعي جدا في الأحداث مش مفاجئ. ومن هنا بنشوف مارك مع أمه وهي بتحاول تتعامل مع فكرة إن جوزها اختفى، وفي نفس الوقت مارك وإيف بيبدأوا يشتغلوا سوا وبيراقبوا أي حاجة غريبة حواليهم. اللي بيحصل ده معمول لهدفين، اول حاجه يلمح ان ممكن يبقى في علاقه حب بين مارك وايف، وتاني حاجه يوضح قد ايه هم لسه خبرتهم قليله. يعني هم بيدوروا حوالينهم على اي حاجه مشبوهه مش بيلاقوا حاجه خالص، مع ان في الحقيقه الشخص اللي بيعمل كل الجرائم دي موجود قدامهم. وده بيوضح ان هم لسه صغيرين ومش فاهمين الدنيا كويس، مش زي مثلا باتمان اللي بيلقط اي تفصيله صغيره وبيحل اي لغز بسهوله. هم لسه بيتعلموا، وده من احلى حاجات القصه انك بتكبر مع البطل وهو بيتطور. بعد كده شخصية روبرت بتبدأ تجمع معلومات، تراجع بيانات كل اللي في المدرسة اشتغلوا فين قبل كده وخبراتهم ايه وهكذا، لحد ما بيوصلوا لشخص معين، مدرس الفيزياء ديفيد هايلز. الراجل ده كان قبل كده مهندس أسلحة في شركة تسمى جلوبال تاك، ودي طبعا بتخليهم ان هم يشكوا ان هو اللي ورا الجرائم دي. مارك وإيف بيروحوا يواجهوه، والمفاجأة بيعترف على طول. وطبعا في النوع ده من القصص مستحيل الموضوع يعدي كده وخلاص، لازم يحصل اشتباك. فهو بيقول لهم هنا ان في طالب رابع مختفي محدش يعرف عنه اي حاجه اسمه ديريك، ومارك هنا بيحاول ينقذه، بس فجاه ديفيد بيقول لهم ودلوقتي هقتلكم كلكم، لانه هو كمان حاطط قنبله على صدره. الدافع بتاعه بقى مأساوي جدا، ابنه كان بيتعرض لتنمر ومحدش ساعده وفي الاخر انتحر، فهو قرر ينتقم من كل العيال المشهوره اللي زي اللي اذوا ابنه. القصة هنا بتلمس نقطة واقعية جدا، كلنا تقريبا اتعرضنا للتنمر بشكل أو بآخر، بس الناس بتتعامل مع ده بطرق مختلفة. في اللي بيتجاهل، في اللي بيرد، وفي اللي ممكن ياخد الموضوع لطريق مظلم جدا، وديفيد اختار أسوأ طريق ممكن. كمان حياته كلها انهارت، طلق مراته وخسر شغله واتدمر نفسيا، ففقد السيطرة تماما. في الآخر مارك بيتمكن إنه يمسكه بسرعة وياخده بعيد وينهي الموضوع ده. وفي اللحظات اللطيفة دي بقى لما مارك بيرجع البيت ويسأل أمه بابا رجع، بتقول لا، فبيطلع فوق يستحمى، وفجأة أبوه أم نيمان بيدخل عادي جدا وبيقول أنا محتاج إن أنا أحلق دقني، وأمه بتتعامل مع الموضوع عادي خالص وبيسألوا بعض عنهم كأن مفيش أي حاجة، رغم إن أبوه كان بيحكي إنه اتخطف من الفضائيين واتحبس وفقد كمان القوة بتاعته وبعدين عمل ثورة ورجعها تاني. وده طبعا بيعرفنا إن في أحداث ضخمة حصلت، بس بالنسبة لهم يوم عادي جدا مفيش أي حاجة. وده فعلا اللي بيميز القصة دي، مزيج بين حاجات عظيمة جدا وفي نفس الوقت تعامل عادي وبسيط بيخليها قريبة منك. وبكده القصة في البداية بتبقى ممتعة جدا وخفيفة، بس فيها عمق كبير. كالعادة بقى استنى في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت عشان خاطر يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.